انا شايف كام واحد كده على الابليكيشن دول عاملين فيها زملكاويه وهم الدرع والسيف لنادي الزمالك. دلوقتي عمالين يهاجموا في امير ويهاجموا في مرتضى منصور ويهاجموا في الاداره ويهاجموا في اللعيبه ويمدحوا في لعيبه النادي الاهلي. وناقص كمان ان هم يقول لك يا ريت ان احنا نشجع النادي الاهلي او نلبس تيشيرت النادي الاهلي. بص انا عايز اقول لكم حاجه، لو انتوا مجانين شهره ابعدوا عن نادي الزمالك. سيبوا نادي الزمالك لجمهوره اللي بيشجعه بجد، اللي دايما في ظهر نادي الزمالك في اي وقت سواء في الفوز او في الهزيمه. على طول في ظهر نادي الزمالك، لكن ما بيدورش على نسبه مشاهدات او شهرة من ورا نادي الزمالك، ان انا اقعد اخبط في لعيبة نادي الزمالك ومجلس ادارة نادي الزمالك. مرتضى منصور اللي انت بتخبط فيه دوت جايب لك دوري واتنين دوري وكاس، جايب فرجاني ساسي، جاب اشرف بن شرقي، جاب احمد السيد زيزو، جاب لك لعيبة انت لغاية دلوقتي مش قادر تنساها. امير مرتضى هو اللي اتعاقد مع اللعيبه دي، جاب احمد السيد زيزو ما كانش حد يعرفه في مصر، دلوقتي احمد السيد زيزو من افضل اللعيبه اللي موجوده في مصر. هو اللي جاب لك فرجاني ساسي، هو اللي جاب لك اشرف بن شرقي، هو اللي جاب نجم. هتيجي تقول لي طب ما في لعيبه مشيت، طب ما تيجي تبص على السنه اللي مسك فيها حسين لبيب كام لعيب طار من نادي الزمالك، على رأسهم مصطفى محمد وفرجاني ساسي. دول طاروا في ايام حسين لبيب، ما عرفش يجدد لهم ولا عرف يجدد لاشرف بن شرقي، يعني ما عندوش انجاز غير ان هو تساند عشان ياخد الدوري عشان الناس تنسى مرتضى منصور. يا ريت كل زملكاوي يبقى زملكاوي مخلص للكيان، ما تدورش على الشهرة من ورا نادي الزمالك ومهاجمة لعيبة نادي الزمالك ولا مهاجمة إدارة نادي الزمالك. دايما خليك في ظهر ناديك وادعم ناديك. وفي لعيب اسمه إبراهيم شيكا، انت مبطل ومشيت من النادي. لو انت لعيب كويس على الأقل كنت هتلعب في أي فرقة في الدوري الممتاز، فما تعيشهاش علينا، الله يصلح.